إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من سلت أو كذا، وقد كانت النقود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعدل بها، ما قال لنا شيء أو ربع درهم أو نصف درهم أو كذا، ما قالش، وإنما ذكر الطعام فقط. طيب هل كان الفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى غير الطعام؟ واش هادو كانوا كيأكلوا فقط، لا يلبسون شيئا، يمشون عراة في الطريق، يمشون حفاة؟ محتاجين حتى هما يلبسوا في رجليهم الصبابط، ومحتاجين يلبسوا القشاش بوجلالب، محتاجين. علاش يا سيدي ما تعطيهم فلوس باش يشري كذا باش يشري كذا؟ هذيك راه كاينه زكاة المال السنوية، هذه زكاة الفطر. زكاة الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. هي الحكم التي لأجلها شرعت، بأنها طعمة للمساكين، ماشي يعني تسد جميع حاجاتهم،